صباح الفل وصباح الجمال على أجمل متابعين إخواتي وحبايبي من كل مكان، وحشتوني جدا يا جماعة. عايزة أقول لكم بقى النهاردة مقدمة كل فيديو يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هعمل كده صينية بطاطس حلوة زيكم، وهعمل رز وملوخية وفراخ. عايزة أقول لكم بقى يا جماعة يعني إيه، أنا مش حابة أكل بطاطس وشريف مش حابة ياكل بطاطس. طب بتعمليها ليه يا ولية يا رغاية؟ هقول لكم روان ما بتاكلش غيرها هي والبسلة. اعمل ايه في روان؟ امسكها اديها علقة ولا اعمل معاها ايه؟ انا مش عارفة. روان دي يا جماعة عدوة الاكل، والله العظيم حيرتني وجننتني زي ما انتوا عارفين. المهم قلت يلا انا مش هزعلها وهعملها لها وخلاص. هنا كنت جايبة كيلو بطاطس وخدت كمان بطاطساية كده ايه من التربو، قلت ازود عشان طبعا تقعد يومين. انا بقى مش كل يوم هقعد اعمل يا جماعة في اكل. انا خلاص انا حاسة ان انا بقيت جزء حاسة اني بقيت جزء من المطبخ والله العظيم. المهم يا حبايب قلبي حطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه كده بصباعه الجميل ده ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. وصباحكم هنا وراحه بال ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده قشرت البطاطس وطبعا غسلتها. البطاطس يا جماعه بتاعت اليومين دول غاليه، وعليها كده حاجه بيضه عامله زي البودره دي معرفش اسمها ايه. جبتها ب15 جنيه وفي ب20، بس انا جبتها ب 15 لقيتها حلوه. وبعد ما جبتها ب15 لقيت ان الراجل اللي انا جبت منه اتاري ان حاجته غالية، ولقيتها بعد كده ب10 وكانت زي الورد وجميلة. بس يلا مش مشكلة، ايه عادي، عادي في المعادي يا جماعة. المهم يا حبايبي بصوا بقى، انا هنا قطعتها زي ما انتوا شايفين. بحب يا جماعة اخليها اللي هي ايه، ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي. المهم طبعا يا جماعة انا سلقة الفراخ من امبارح. يعني قلت اريح دماغي بقى كده ايه، مش هيبقى كله في يوم واحد. المهم سلقتها وبردتها وحطيتها كده في علبه في التلاجة. قلت بقى ايه بكره ان شاء الله اعمل الاكل على طول. هنا بقى جبت بصلايه قلت اتبل بيها البطاطس. يعني ايه تتبلي بيها البطاطس؟ طب ما كلنا يعني بنعمل. اقول لكم ساعات اعملها كده وساعات اعملها من غير بصل خالص، وفي الاخر على فكره الطعمين واحد. طيب لما هو كده بتعملي بصلايه ليه؟ قلت يلا مش مشكله. المرة الأخيرة واللي قبليها تقريبا عملتها من غير بصل، وسألتهم قالوا لي ايه طعمها حلوة. بس المرة دي كان ليا بصراحة مزاج يعني. المهم زي ما انتوا شايفين كده قطعت بصلاية واحط بقى عليها التوابل بتاعتنا اللي هي ايه 11 بهارات، شوية كمون على كزبرة على ملح على فلفل اسود، وهدعكهم بقى كده ايه في بعضيهم عشان يتبلوا. عايزه اقول لكم الطريقه دي يا جماعه ساعات بعملها. استنوا بس كده اما اعدل رقبتي وجعتني يا جماعه والله. عايزه اقول لكم دلوقتي قبل ما اعمل لكم الفيديو ده، ما منتجه يعني، كنت عامله يا جماعه ماسك. قلت يا بت انضفي بقى شويه وبصي لنفسك وكده، يعني ادلع نفسي يا جماعه. هو يعني انا ماليش نفس ولا ايه ولا ايه يا جماعه ولا ايه؟ المهم يا حبايب قلبي بصوا زي ما انتم شايفين هنا بدعك البصله مع التوابل. عايزه اقول لكم الحركه دي ساعات بس يعني كل فتره كبيره لما بفتكر يعني بعملها، وبحطهم في التلاجة من قبلها بيوم. يعني بتبل البصلة والتوابل والبطاطس بحطهم كده بقلبهم في بعض واروح حطهم بقى في التلاجة. هتقولي لي هتستفادي ايه؟ اقول لكم طعم البطاطس بياخد من التتبيلة بتبقى حلوة. خلاص. المهم ده كيس فلفل رومي الوان بحبه جدا يا جماعه. عايزه اقول لكم بحبه عن الاخضر مش عارفه ليه. المهم طلعته كده يفك شويه وخدت منه حبه زي ما انتم شايفين على البطاطس، منه بيض طعم وفي نفس الوقت باخد الفايدة بتاعته. ما هو الدكتور كان بيقول ان كل لون فيه فايدة معينة، الاخضر والاصفر والاحمر كده يعني، فاهمين قصدي يعني. بس فقلبتهم بقى زي ما انتم شايفين كده وناقص بقى هضرب الطماطم في الخلاط. يعني المرة دي بقى قلت مش هعمل كتير لان كل مرة بزودها بتبقى مش حلوة وبتبقى مززة كده. يعني قلت المرة دي اعمل نص كيلو كفاية. كل مرة يا جماعة كنت بعمل ممكن نص كيلو قوطة وواحدتين 3. المرة دي قلت لا انا هقللها شوية تبقى ايه الصلصة بتاعتها تبقى خفيفة. فالمرة اللي فاتت عملتها كانت تقيلة بقى، كنت باخد منها كده وبرمي القوطة يعني كانت تقيلة. فهنا زي ما انتم شايفين ضربت كده حوالي نص كيلو قوطة وهحطها بقى على البطاطس. طبعا مش هحطها في الفرن، يعني انا بحب اسويها كده على البوتاجاز من فوق
بغطيها وبسويها، وبعد بقى لما تستوي كده وتبقى ناعمة وحلوة اخدها بقى في الفرن، اشغل عليها الشواية تاخد اللون الجميل اللي انتوا عارفينه، وهتشوفوه في الاخر. خلاص هنا بقى ضربت القوطة في الخلاط زي ما انتوا شفتوا. وكان ناقص ايه؟ هحط بقى الشوربة دي. الفراخ يا جماعة اللي انا قلتلكوا عليها عملتها من امبارح. بحب اقطع الفراخ كذا حتة، يعني بخلي الراجل يعملها لي على 8 قطع عشان تستوي بسرعة، يعني ما تاخدش سوا، وبحسها بتبقى خفيفة وحلوة. ادي القوطة اهي، وهاخد بقى حبة شوربة. وايه تاني يا بنتي من واحط بقى يا جماعة على الوش كده حتة زبدة، بتبقى طعمها جميل. عايزة اقول لكم بقى، لو عندي سمنة، في سمنة كده معرفش كان شريف بيجيبها لي، اللي هي العلب دي، بحب برضك احط منها كده على الوش لو ما عنديش زبده، بتخلي يا جماعه طعمها حلوه جدا. عايزه اقول لكم البت رحمه بنتي بتحب صينيه البطاطس من ايدي قوي، بتقول لي يا ماما مهما اعملها ما بتطلعش زي بتاعتك، مع اني بعمل نفس الطريقه. قلت لها بقى كل واحد سبحان الله بيبقى ليه ايه يعني تركه كده معينه في الاكل بتاعه. المهم خدتها بقى حطيتها على البوتاجاز، اسيبها كده تستوي على نار هاديه براحتها، وغطيتها عشان خاطر البخار يا جماعه ايه يسويها. هنا بقى جبت بصلايه عشان اتبل بيها الفراخ. هي ضربت في دماغي كده فجأة وانا واقفه، يعني انا اصلا ما كنتش هعمل كده، كنت احط كده على الوش شويه صلصه او دبس رمان وخلاص. بس رجعت قلت لا، انا برضك عايزه اخدمها حلو عشان يطلع طعمها ايه جميل. المهم حطيت فلفل اسود وحطيت ملح وحطيت شويه بهارات مع البصلايه، وقلت اتبل كده بيهم الفرخه. وعايزه اقول لكم عجبت شريف قوي، بيقول لي طعمها جميله. مش عارفه انا ليه كل مره بستسهل يا جماعه، يعني احب بعد ما اسلق الفراخ اروح عاملاها كده بشويه صلصه او دبس رمان وخلاص. المره دي بقى زي ما تقولوا ايه، انا افتكرت وانا واقفه وقلت والله لا اعملها كده. عايزه اقول لكم فعلا بجد والله طعمها بيبقى حلو، يعني لما ببقى متبلاها كده طعمها بيبقى جميل قوي. هنا بقى ايه، بعملها بالبصله كده والتوابل الاول، وكان عندي شويه دبس رمان اخر حاجه في الازازه. والله بفكر بكره ان شاء الله لما انزل كده لو هجيب طلبات للبيت اجيب ازازه تانية. قعدت عندي فتره كبيره وحلوه، بتدي كده طعم مزازه حلوه للفراخ. دول كانوا اخر حبه، قلت بقى ايه اعمل بيهم الفراخ المره دي ولحد ما اجيب واحده تانية ان شاء الله. المهم البت برضه كروان عندي بتحبها بدبس رمان، ما بتحبهاش بالصلصه قوي، تقول لي بيبقى مديها كده ايه مزازه حلوه، وبكتر بقى منه فاهميني. بس هنا زي ما انتوا شايفين الفراخ خلصت، هاخدها بقى احطها في الشوايه واسيبها تتحمر كده مع نفسها، وكده يبقى ناقص يا جماعه الرز والملوخيه. هنا بقى دول ب10 جنيه شعريه، حطيتهم وحطيت معاهم حته زبده وشويه الملح، وقلت اعمل ايه، وقلت اعمل الرز على طول. ادام عملت الرز اعرفوا ان احنا خلاص بقى جعانين وعايزين ناكل، يعني انا بخلي الرز يا جماعه اخر حاجه والملوخيه. هنا حمرت الشعريه بقى وحطيت الرز وكده، وناقص بقى على الملوخيه اخر حاجه وخلاص. على كده عندي شريف بيحب الاكل سخن، انا ما بيفرقش معايا والله. انا والله يا جماعه انا غلبانه قوي. بصوا لو الاكل ده بايت بره التلاجة ما عادي، ما عنديش حته ان انا لازم اسخن الاكل او كده عادي. عندي شريف لا هياكل اقوم اعمل الرز والملوخيه كده، يعني كل واحد بقى بيبقى ايه دماغه مريحاه وبيبقى ليه طريقته يعني. فهنا حطيت الميه، كنت خلاص بقى بشرب الرز. وعايزه اقول لكم هنا بقى كنت بعمل الملوخيه، حطيت بقى عليها هنا حته تومه على كزبره على شويه زيت، مرضتش اعملها بالزبده، اخر مره عملتها حسيتها كده تقيله. فده بقى كان اخر كيس ملوخيه في الفريزر. جبت كيلو ونص النهارده، وقلت بقى ايه بالليل كده وانا قاعده على رواقه اروح مقرطفاها يا جماعه واحطها بقى يعني اضربها في الخلاط واحطها في اكياس. عايزه اقول لكم كان اخر كيس وبقاله فتره، بس ايه بقى خضره وجميله زي ما انتم شايفينها كده، كانها لسه معموله، يعني كانها لسه جايه طازه كده من بره، عشان حطيت لها حبه كربوناتو. ده بقى بيخلي يا جماعة اللون، يعني بيحتفظ بلون الخضار. بصوا كأنها والله صبحة. المهم يا حبايب قلبي، ادي التومة اهي اتحمرت خلاص. هنا بقى كنت عمالة بقلب لان الماجي ما كانتش دابت، وفي نفس الوقت كان في حتة ملوخية كده لسه فيها تلجة، فكل شوية عمالة ايه اقلب فيها لحد لما تفك يعني. خلاص وما فكتش يا جماعة، يعني في الاخر برضك احنا كلنا وكان في حتة ملوخية كده صغننة
فيها تلجة، بس هي بقى عشان انا اصلا افتكرت متأخر، يعني انا كنت رايحة اعمل الرز ونسيت خالص ان انا ما طلعتش كيس ملوخية من التلاجة. بس كده بصوا بقى اشهقوا بقى يا جماعة كده شهقة الملوخية بيعملوها زي كده. انا ما بقتنعش بالكلام ده على فكرة، انا بهزر يعني، ما عنديش حتة ان انا اشهق في الملوخية عشان يطلع طعمها حلو، لا يا جماعة، انا عايزة اقول لكم انا الشيف ايمان عليا شوية اكل ايه عسل عسل عسل. بصوا بقى منظر الفراخ جميلة جميلة جميلة. شريف من كتر ما هي عجبته يا جماعة بقى ياكل من البصل بتاعها. بيقول لي حلوة، وادي الملوخية وادي الرز وادي صينية البطاطس، بصوا شكلها تحفة. تسلم ايديا والله يا جماعة، والله تسلم ايديا. اتفضلوا معانا، يلا يا جماعة اشوفكم على خير.